السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. معكم الكوتش محمد حرار، ومعنا كذلك الاخ زكريا المجاهدي الراقي المغربي، وكنعطيو تحيه وتقدير كذلك الراقي حمزه من مدينه مراكش. وشكرا كذلك للاخت مريم هي والزوج ديالها اللي وصلوا لنا واحد الحاله اللي هي كانت حاله منسيه، واحد الدوار اللي في جهه شفشاون اللي ما وصلته حتى شي مساعده. الحمد لله المغرب عامر مساعدات وعامر خير وعامر مبادرات طيبه، وهذا فضل من الله. ولكن رغم ذلك كاين واحد المناطق اللي ما وصلتهم حتى شي حاجه، حتى حاجه ما وصلتهم. دابا اخ زكريا شنو بالك في هذه القضيه هذه؟ السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. حنا تواصلوا معنا الاخوان من مراكش، من نواحي ديال مراكش، وبفضل الله عز وجل يعني لبينا لهم النداء في اقل من يعني ساعتين. واحد المنطقه اللي هي ما معروفاش ابدا، اقسم بالله خوتي ما باغيين نديروا شي بوز ولا اشهار ولا شي حاجه. هاد المنطقه فعلا ما معروفاش. هاد الدوار كاين في جماعه مجاط اقليم شيشاوه، سميتو دوار زينبت، راه معروف. فهاد الدوار هذا راه بعيد على مراكش شي 250 الله اعلم ولا 240 كيلومتر. تواصلت معنا الاخت الحمد لله، لبينا لها النداء. الناس ما كاين تقريبا واحد 40 حتى ل 50 دار اللي كاينه تما. كاينه ما تنقولوش دار، يعني دار راكم نتوما عارفين البوادي كيفاش كيتبنى هذاك الشيء، راه كلشي راكم شفتوه. كاين ما يقارب تقريبا واحد 300 ديال الناس بفضل الله عز وجل، وفضل ثم بفضل الاخوان اللي تواصلنا معاهم حاليا. قدرنا اننا نوصلوا لهم واحد الدفعه الاولى ان شاء الله، اللي كان فيها واحد الكميه، واحد العدد ديال الخبز اللي نتوما عارفين ان حاليا المدن ما فيهمش الخبز، خصوصا مراكش. حاولنا اننا نتواصلوا معهم ودينا لهم الخبز، ودينا لهم الحمد لله الحليب وشي مواد ديال الغذاء. وان شاء الله مازال ان شاء الله مع دابا البرد داخل، بغينا نشوفوا ان شاء الله. تواصلنا مع واحد الجمعيه باش اننا تقدم معنا شي امور خاصه بواحد الشركه اللي غادي تعطينا شويه ديال الافريشه والاغطيه وداك الشيء ديال يعني داك الاحتياجات ديال اللباس والحوايج ديال الاطفال والناس الكبار وهذا. وان شاء الله باذن الله غادي نقوموا بهذا العمل غدا ان شاء الله باذن الله. المهم الله يعاون كل واحد، والله يسهل على اي واحد، واي واحد بغى يتبرع لهاد الاسر اللي هما ضحايا ديال هاد الزلزال. اي واحد بغى يتبرع، حنا كنحاولوا اننا نجمعوا داكشي اللي قدرنا عليه من حوايج ومن بطانيات، مواد غذائيه، ليكوش، ادويه، اي حاجه يعني الانسان بغى يتعاون بها. احنا عارفين المغرب الحمد لله عامر بالمحسنين، والحمد لله حنا بغينا نوصلوا واحد الامانه لدوك الدراوش لان راهم في امس الحاجه لينا. دابا حنا كنتعاونوا معاهم باللي اللي قدرنا عليه الله عز وجل. يعني هذه قضيه اللي كتهم المغاربه كاملين، وهذا الامر هذا خصنا نكونوا فيه روحيا اولا نتعاونوا، ثم معنويا، ثم ماديا، ثم الانسان باش ما قدر. وجزاكم الله خيرا، وهذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوا. كاين مناطق اللي ما وصلوا لهمش الناس، كنتمنى من الاخوان الفاعلين الجمعويين، الناس اللي محسنين اللي كيديروا الخير، يمشيو يبحثوا ويقلبوا ويديروا، يعني يحاولوا يكتفوا من البحث باش يوصلوا لهذه المناطق اللي مازال ما وصل لهمش الناس. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، والله يرحم الشهداء ويرحم الموتى، والله يداوي ذاك الجرحى مساكن، وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا الاخ زكريا، بارك الله فيك. شكرا كذلك الاخ حمزه من مراكش، شكرا الاخت مريم والزوج ديالها اللي وصلوا لنا الرساله، وشكرا كذلك رجال الاعلام محمد الفلالي من راديو بليس، وكذلك من الحسوني من قناه العمق المغرب. هذا بعض الفيديوهات اللي الناس توصلنا بهم. دخلنا لهذا الشيء وجاب الله غادي نموتوا كاملين، نزيدوا خساره على خساره فعلا. ندير اللهم يعتقونا ما حد باقيين حيين، يعتقونا ما حد باقيين حيين. هاد الناس راه مازال ما وصلهم حتى شي واحد. بزز منا هذا الشيء اللي عطا الله. نعم، ها فين ساكنين، شوف الدار كيفاش دايره. هذه واحد الكوزين ديال الناس واحد اخرين، هما عندهم ما يقدروش يطيبوا هنا هانسي. لا شتي بانه العود طردق من بلاصتو،